مجيس والوسطى لخطف بطاقة التأهل الثانية، كيف تشوف المباراة للحين؟ والله لحد الآن نتبشر بخير، إن شاء الله يفوز البحري وينال الصعود للدرجة الأولى. توقعاتك للمباراة؟ إن شاء الله نفوز 2-0. طبعا فلسطين تعادل يكفينا، وطبعا الفوز. بداية اللعب نحن نلعب وكأن نحن خسرانين أصلا، نلعب على فرصة واحدة وهذا اللي هو مطلوب. ضغط كامل عليهم، ما خليناهم يحضروا. طلع يعني الحين المفروض نحن نستغل، طلع افضل لاعب عندهم الحين مصاب هو محمد مبارك، المفروض نستغل في الفتره الماضيه ب10 دقائق الماضيه بدا الفريق يتراجع للخلف، وهذه المشكله، ارتكاب اخطاء بعد خط النص، هذه مشكله الكرات الطويله، نتمنى انهم يتداركوا الخط. بس دائما الفريق اللي يلعب فلسطين دائما يخسر. والله شوف، هني دور المدرب ودور اللعيبه، يعني انا اتوقع المدرب ما من هالنوع اللي يلعب بالفرصه الثانيه يعني، وباين الشغل واضح. باذن الله اننا مخلصينها المباراه كذا ولا كذا، مخلصينها ان شاء الله. متاهلين باذن الله؟ باذن الله. كيف تشوف المباراه الى الان؟ والله صراحه المباراه بعدها ما دخلت داخل يعني طابع المباراه، بعد نلاحظ مجيس ضاغط شويه. فايزين ان شاء الله؟ باذن الله نتمنى ان النادي يصعد ان شاء الله، نتمنى يكملها البحري ونشوف 2-0 و3-0 باذن الله. اللعب في الشوط الاول مطمن؟ والله بداية الدقائق الأولى كان تحفظ بين الفريقين، بس في النهاية البحري ضيع يمكن فلسطين من لاعب محترف رقم 4 وفي النهاية سجل. مجيس يلعب فلسطين. والله هو في العادة اللي يلعب فلسطين يخسر، بس الحمد لله إن شاء الله البحر اليوم يحقق المطلوب بإذن الله. والله بالنسبة للشوط الأول المستوى ما المستوى المطلوب مثل المباريات السابقة، يعني المباريات السابقة كان المستوى أفضل وجيد. يعني قصدك الوسطى بيعود في الشوط الثاني؟ والله الوسطى بالنسبة للوسطى أفضل منهم نسبيا شوية، ما أعرف هل عشان حضور الجماهير اليوم مأثر على أداء الفريق تقريبا كذا. حضور جماهير كبير، وهذا الشيء المفروض يكون دافع للبحري. هو أول مرة يكون حضور جماهير بهذه النسبة، لأنها مباراة مهمة ومباراة نهائية تعتبر. الفريق إذا فاز إن شاء الله اليوم راح يصعد ويتأهل. توقعاتك للشوط الثاني؟ إن شاء الله يكون الأفضل ونفوز ونتأهل. لعب الشوط الأول الفريق يعني ما أعرف المدرب يلعب في الفرصة الثانية اللي هي فرصة التعادل، ولكن هذا نعتبره خطأ. يعني المفروض يهاجم، يعني يلعب على المرحلة الأولى اللي هي الفوز، وبعدين النتائج هناك بأمر الله سبحانه وتعالى. مجيس بفلسطين دائما الفريق اللي يلعب فلسطين يخسر. ما في كل وقت يعني هكذا، هذا نحن نتوقع هنا، لكن هناك اللي يقدم أكثر هو اللي. والله الأداء تعبان، ماشي أداء الفريق خاصة مجيس، يعني أداء ماشي، بس تقدم بهدف سوء حظ، ونتمناهم إن شاء الله، نحن نتمنى الفوز يعني. الشوط الثاني الوسطى بيعود؟ والله نتوقع نحن إن شاء الله نتأمل مجيس يفوز. نلعب فلسطين. بونا الفلسطين يكون يعني الأخطر إنه يطلع. بس مجيس بيكسر هالقاعدة. مجيس نتمنى إن شاء الله يكسر القاعدة. توقعاتك لنتيجة المباراة؟ في نص الشوط الأول تقدم مجيس 1-0، هل سيستمر هذا التقدم؟ ان شاء الله الشوط الاول كانت البدايه تعبانه يعني من الفريقين، لكن في هجمات متبادله ما بين الطرفين، البحر استغل واحده من هذه الهجمات، استطاع ان يسجل هدف. ان شاء الله يعني نحافظ على هذا الهدف ونعززه بهدف ثاني في الشوط الثاني ان شاء الله. ما تلاحظ ان البحر يعتمد على فرصتين تأهل، عنده فرصتين عشان يتأهل، الفوز او التعادل؟ هو جدول النقاط هو من وضع البحري في هذا المكان او في هذه الجمله الحسابيه، لكن توقعاتي ان المدرب ما راح يلعب على الفرصتين، راح يلعب على فرصه الفوز، وهذا باين من طريقه لعبه في الملعب ومن تغييراته ايضا في طريقه لعب اللاعب. والله الشوط الاول كان في تحفظ يعني من الطرفين، واستطعنا نسجل هدف يعني مباغته في هجمه مرتده والحمد لله. وبخصوص الجماهير هذا شيء ما غريب على الامه البحراويه. منظر جميل في ملعب نادي مجيس. اكيد منظر جميل، لكن لو كان هناك مدرجات لكان اجمل، وان شاء الله في المستقبل بيكون الاجمل والاجمل. ان شاء الله بتكتمل الفرحه اليوم ان شااء الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم ان شاء الله فرحانين، ان شاء الله بنكون فرحانين ان شاء الله. اليوم ما ان شاء الله فرحانين مفرح الجمهور، تفرح الاداره وتفرح بلاد مجيس بعد كذلك ان شاء الله. حضور جماهير جدا كبير. والله الحمد لله رب العالمين. اليوم مجيس اليوم كل الناس الشباب جايه، كل الشباب جايه اليوم، كل الجمهور جاي ان شاء الله، وان شاء الله تو بتسمع ان شاء الله بعد شويه ان شاء الله بتسمع صوتنا ان شاء الله تو جايين. متاهلين؟
ان شاء الله متاهلين ان شاء الله. كم تتوقع النتيجه؟ اتوقع ان شاء الله نتيجه بعد بتزيد ان شاء الله زياده علينا، بتزيد زياده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله يبارك فيك يا رب. كله بجهود اللاعبين ما قصروا، والكادر والكل الحمد لله اشتغلوا من بداية الدوري للحين. الحمد لله توجنا بالتعب الأخير إنه صعدنا للدرجة الأولى. إن شاء الله الموسم القادم كمان نصعد لدوري المحترفين عمان التالي. كونك كلاعب أعتقد واجهته كثير من الصعوبات. ايه الحمد لله. هو صعوبة واحدة إنه ضغط المباريات كان كل 4 أيام مباراة، كل 4 أيام مباراة، يعني إجباري. هالشيء بيأثر على اللاعبين يعني بدنيا، بس الحمد لله تخطينا هالشيء، وكل الفرق عانت نفس الأمر يعني، والحمد لله توجنا بالنهاية بجهود الجميع. الحمد لله. يعطيك العافية. الله يعافيك كابتن. جهود بذلت من شهر 8 لحد الآن الحمد لله، وتضافرت بالنجاح وصعودنا للدرجة الأولى الحمد لله. ما سجل من سنتين تقريبا وقفنا، ولكن ردينا والحمد لله رب العالمين صعدنا للدرجة الأولى من أول موسم. الفوز وعلى الصعود أيضا الدرجة الأولى. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. طبعا هذا الصعود من جهد الحمد لله من شهر 8 نشتغل احنا، والحمد لله رب العالمين الله وفقنا وصعدنا الحمد لله. كان ودنا يعني المركز الأول، لكن الظروف شوية ما خدمتنا، وإن شاء الله عسى. والله العظيم يعني الفرحة اليوم ما توصف صراحة، يعني بصراحة ما توصف. مثل ما عودنا هذا الجمهور البحري، مثل ما كنا في دوري الدرجة الأولى الجمهور كان خلفنا سندنا، يعني الجمهور رقم 1 نعتبره احنا، والحمد لله رب العالمين اليوم فرحنا الجمهور. هاي النتيجة جات طبعا في البداية من وقفة الجمهور معنا، والحمد لله رب العالمين. يعطيك العافية. مشكورين جزاك الله خير. أحسنت. الله يبارك فيك، ونبارك حال الجمهور كامل، والحمد لله على كل شيء. وان شاء الله نتامل السنه الجايه ان نرجع للدوري المحترفين، لان نحن نزلنا ما براينا احنا، لكن غصب عنا، والحمد لله ونحن ان شاء الله راجعين لدوري الاضواء. كيف شفت المباراه اليوم؟ والله المباراه صعبه صراحه، يعني فريق الوسطى فريق قوي، وفريق عنده اجانب ومحترفين زينين، وحتى لعيبتهم العمانيين وايد زينين صراحه. طبعا الفوز نهديه لهذه الجماهير الوفيه اللي ازرتنا من الساعه 3 الظهر وهي يعني حاضره الملعب، والحمد لله رب العالمين. نشكر الجهاز الفني والاداري على المجهود، نشكر اللاعبين على المجهود اللي بذلوه من شهر 8. طبعا نحن حبيبي طبعا من شهر 8 نحن طبعا نتمرن، الحمد لله تعبنا ما راح بلاش، والحمد لله رب العالمين الله كرمنا. رب العالمين الله يبارك فيكم، يعني نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. تستاهل الناس هذه اللي حضرت، يستاهل نادي مجيس. مكان نادي مجيس اصلا ما هنا، مكان نادي مجيس دائما فوق ودائما مع الانديه يعني اللي هي في العلالي. اعتقد عانيتوا كثير كثير والله كثير عانينا، خاصه يعني من شهر 8 تعرف في البدايه خلوا الدوري يعني طويل جدا، بعدين لما جات المرحلة الثانية ضغطوا كل 4 أيام مباراة، كل 4 أيام مباراة، فعانينا شوي الصراحة. وتعرف تغيير طاقم إداري وطاقم فني، لكن الحمد لله رب العالمين يعني قدرنا أن ننسجم مع بعض، والحمد لله على الله يبارك في حياتك. هو بداية أتمنى إن شاء الله نكون صعدنا لدوري المحترفين، لكن صعدنا للدرجة الأولى. أعتقد أن نادي مجيس قاعد يخطي خطوة جيدة، وعلى أساس أنه يرجع لوضعه الطبيعي. اللهم لك الحمد والشكر، قدرنا على الأقل نحقق ولو حاجة بسيطة لنادي مجيس على أساس أنه يرجع لوضعه الطبيعي. وبارك للجمهور والإدارة على هذا الإنجاز. كنا نتمنى أن نكون في المركز الأول، ولكن الحمد لله رب العالمين. أعتقد ما حد قصر، وأنتم شايفين الفرحة، وإن شاء الله نتمنى أن نادي مجيس يرجع لوضعه الطبيعي فعلا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. يعني أول شيء نشكر مجلس إدارة، لاعبين، جماهير على هالوقفة يعني، والحمد لله الله سبحانه وتعالى كلل تعب شهرين، كنا نشتغل مع الفريق شهرين، والحمد لله يعني. وهذا ما عملي أنا فقط، يعني عمل جهاز فني سابق
وعمل جهاز اداري صراحه اي مدرب لو جاء مكاني انا بيكون ناجح، لانه صراحه عنده رجال خلفه يشتغل معه. فجزاهم الله خير، وهذا ثمره تعبهم ومبروكين، والله سبحانه وتعالى الله يسهلهم ان شاء الله اللي على اللي. الله يبارك فيك يا ابو الجميع. انا اول شيء واحب اشكر اداره النادي على جهد مبذول، اضافه الجهاز الفني اللي قام بدور كبير في فتره زمنيه قصيره جدا، جهود يشكروا عليه. وهدي الفوز هذا اهل مجيس وقول طيب على مجيس وكل الحبايب اللي يحبون نادي مجيس، جزاهم الله خير وكل مشجعونا يعني. اعتقد عانيتوا كثير هذا الموسم. والله كمعاناه نعم، هي معاناه انا اقول لك يعني، لكن يعني ضغط كبير بحيث انك تلعب كل 40 مباراه، كل 4 ايام نلعب مباراه، فضغط بدني، ضغط نفسي، ضغط موجود. لكن الحمد لله رب العالمين الشباب كانوا يعني جد المسؤوليه، كانوا اجل انضباط منضبطين جزاهم الله من الاخير، فالحمد لله كل ثقه. طبعا الفريق كان يعني غير مقنع، ولكن هو مباريات النهائيه بهذه الطريقه مباريات اعصاب، مباريات نتيجه، اهم شيء كان الصعود، وهذا هدف وضعوهم للجهاز الفني، وطبعا ساندوا الجهاز الاداري واداره النادي. اهم شيء ان احنا صعدنا دوري الدرجه الاولى، وهذا مكاننا، وربما اللي هو دوري النخبه، وان شاء الله في الموسم القادم باذن الله سوف يكون هناك جهد اكبر يعني. والله نتمنى انه يواصل حقيقه، ونتمنى انه في بعض العناصر يعني ما تروح منه بامانه، مثل الوسط كلود هذا من لاعبين يعني اللي يفترض ما يلعب في درجه ثانيه، يلعب في دوري محترفين، وفرص مثل هذا اللعيبه يعني يفترض انها ما تروح من نادي ابدا. مجيس يعود للجو الطبيعي، يعني صعوده الى دوري الدرجه الثانيه الى دوري الدرجه الاولى. ايش رايك انت اليوم؟ انا ارى انه هو موقعه الاصلي، انه لا زال ان شاء الله راح يعطي لي الدرجه الاولى، وان شاء الله بيكون في الممتاز باذن الله، لانه هو موقعه الطبيعي، لازم يكون مع الكبار. يحتاج عمل في دوري الدرجه الاولى. طبعا لكل جهد نصيب، ولا بد يكون تحضير من الان ان شاء الله للاستحقاقات القادمه، ومجيس قادره وابنائها قادرون، وهذا الالتفاف الجماهيري مع النادي اظن احنا قادرين ان شاء الله ان نوصل لاعلى الدرجات باذن الله. يعطيك العافيه. هذا الفوز ما جاء من فراغ، جاء من ثمره جهد وتعب ومشوار طويل في هذا الدوري. الحمد لله رب العالمين تكللت كل مساعي بالنجاح. نشكر الاداره، نشكر الجماهير، نشكر اللاعبين، نشكر الجميع، كل من وقف وتكاتف مع البحري. يعطيك العافيه. ربي يعافيك ان شاء الله.